ولو ما عملتيش زي كده هيجي عليك الوقت وتشتريها ب40 جنيه. مكملين مع بعض سلسلة التفريزات اللي كلكم طلبتوا مني صلصة الطماطم، وهي بصراحة من احلى الفيديوهات اللي ممكن اعملها على البيج من السنة للسنة. لايك وشير كتير للفيديو، وتعالوا نعمل احلى تفريزات صلصة طماطم لشهر رمضان. هنجيب اي كمية طماطم بتحبي تفرزيها وتصلصيها معانا. انا النهاردة عامله لكم 5 كيلو من الطماطم، علشان هقولك كل المقادير لكيلو علشان لو عايزة تضاعفي الكمية او تقللي الكمية. بجيب الطماطم وبنزل بقى بيها في الحوض تحت مية جارية واغسلها كويس قوي واقسمها 2 بالشكل ده. انا من الناس اللي بحب افتحها علشان لو فيها اي حاجة من جوه اتخلص منها. ال5 كيلو طماطم هنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر، وبنجرايه كبيرة مقطعاها مكعبات بالشكل ده، ولا بزود مية ولا اي حاجة. برفعها على نار عالية واغطيها واسيبها لحد ما تغلي معايا بالشكل الجميل ده. وانا هنا دلوقتي مكملة معاكم الخطوات بتاع تسبيك الطماطم دي. اول 10 دقايق لحد ما غلت كده، بعد كده زودنا 10 دقايق كمان على نار هادية بقى، وبتكون بالشكل الجميل ده. بسيبها بقى كمان لمدة ساعة، وبعد الساعة بتكون اتسبكت معانا ونشفت بالشكل الجميل ده. تعالي بقى ان احنا نضربها مع بعض. لو هتضربيها في الخلاط سيبيها تهدى وتبرد شوية، لو هتضربيها بالهاند بلندر عادي اشتغلي على طول زي ما انا عملت كده. هتضربيها كلها بالشكل الجميل ده لحد لما تتفرم معاكي كلها. وتعالوا بقى نصفيها. اهم حاجة الخطوة دي مهمة جدا جدا علشان نتخلص من اي بذور فيها او اي قشور. اهم حاجة بس ان انتي تفرميها كويس قوي. بعد كده بقى هنصفيها بالشكل الجميل ده. هتجيبي مصفى تكون ضيقة علشان ما تنزلش اي بذور معاكي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد بقى لما هنصفيها كويس قوي هوريكم كل اللي طلع منها. قشور بقى هتلاقوا وبذور برضو في من الطماطم هتلاقوا، علشان على طول لما تيجي بقى تطبخي تطلعي الكيس. هتعملي تسبيكة المحشي تطلعي كيسين. عاوزة تعملي طبعا اكياس كبيرة براحتك، عاوزة تعملي اكياس صغيرة على قد الخضار برضو براحتك. المهم ان انتي تكون جاهزة معاكي تشدي الكيس ورا الكيس كده، مش هتاخد منك اي وقت. وكلكم عارفين ان الطماطم دي بيجي عليها فعلا وقت وبتكون غالية جدا. لا بنبقى عاوزين نعمل محشي ولا بنبقى عارفين نعمل اي حاجة. شايفين كل اللي طلع منها ده لازم نتخلص منه، وبتكون بالقوام الجميل والتقيل ده ما شاء الله بجد اللهم بارك. هاتي بقى اكياس التفريز او اكياس التلاجة. بجيب كوباية كده على قد الحجم اللي انا عايزاه، عاوزة تكبري عاوزة تقللي براحتك خالص. بعملها بالشكل الجميل ده. شايفين يا جماعة قوامها ما شاء الله. ما تزوديش اي حاجة على اللي انا قلته. طبعا كلكم عارفين ان السكر هي مادة الحفظ بتاعنا، والبنجر بيعزز اللون جدا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كيسيها بقى كلها وما تدخليهاش الفريزر غير لما تبرد تماما. عايزه اقول لكم فعلا هي لسه سخنه، بس انا مش بدخلها الفريزر غير لما تبرد تماما. وبكده نكون صلصنا احلى تفريزات لصلصه الطماطم لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، واعملوها على طريقتي هتعجبكم جدا.